الحدود. هو ليه في بلاد كبيرة قوي زي روسيا وبلاد تانية صغيرة زي الفاتيكان؟ ومين أصلا اللي قرر إنه يعمل حدود للبلاد دي؟ تعال اشرح لك الموضوع ببساطة. أكيد كلنا شفنا خريطة العالم والبلاد متقسمة فيها إزاي، بس كل البلاد دي ما كانش ده شكلها ولا دي حدودها طول الوقت. يعني إيه الكلام ده؟ عارفين خريطة مصر؟ أكيد طبعا. طب بص معايا كده، دي خريطة مصر في عهد الدولة الطولونية، ودي في عهد الدولة الفاطمية، أما دي بقى في عهد الدولة الأيوبية والمملوكية، ودي مصر في عهد الدولة العباسية، ودي برضو مصر بس في عهد محمد علي. ودي حاجة ما حصلتش في خريطة مصر بس، ده كل دول العالم تقريبا حدودها اتغيرت على مر التاريخ. طب ليه ده حصل؟ تعال احكي لك القصة من البداية. الإنسان زمان كان بيدور على أي مكان فيه مية علشان يقدر يعيش فيه هو وقبيلته، وكل مجموعة من الناس كانت عايشة في مكان لوحدها وملهاش دعوة بحد، لأن الأرض كبيرة وعدد السكان قليل جدا، لحد ما بدأت تظهر الحضارات وبقى فيه عدد أكبر من الناس، وكل مجموعة قررت تقفل على نفسها وتحط حدود للمكان بتاعها. ففي اللي بدأ يبني حصن، وفي اللي بدأ يبني سور، وفي اللي اعتمد على الطبيعة واعتبر إن الجبال هي حدود منطقته، وكل ده الدنيا كانت تمام وكل واحد عايش بسلام في المنطقه بتاعته، لحد ما ظهرت فكره الاستعمار. زمان لما الجيوش كانت بتحارب بعضها بعد الحرب ما بتخلص، كان كل جيش بيرجع بيته وبتفضل الحدود زي ما هي. لكن فكره الاستعمار خلت كل واحد مش عاجبه حدود دوله يروح يهجم عليها، يوسعها ويصغرها وياخد من هنا حته ويحط هنا حته وهكذا. وعلى مر السنين بدات دول تستعمر دول، ودول تانية بتحاول تتحرر من الاستعمار ده، وكان الاستعمار هو اساس فكره تقسيم البلاد والحدود ما بينهم. طب وحدود الدول العربيه مين عملها؟ في وقت الحرب العالميه الاولى جت بريطانيا وفرنسا عملوا اتفاقيه سريه ما بينهم واسمها سايكس بيكو، والاتفاقيه دي اتعملت بهدف تقسيم حدود الدول العربيه ما بينهم، وده لانهم كانوا مسيطرين على اغلب الدول العربيه وقتها. وبعد الحرب العالميه الثانيه بريطانيا وفرنسا ما بقاش ليهم اي سيطره على دول الشرق الاوسط، لكن الحدود تقريبا فضلت زي ما هي. تعالى بقى نتكلم على حدود مصر. الحدود اللي احنا نعرفها النهارده لمصر بدات تتشكل في عهد محمد علي، بعد اتفاقيه اتعملت في لندن علشان يقرروا حدود مصر الشرقيه، واللي هي حدودنا مع فلسطين دلوقتي، واللي خلت حدود مصر وقتها تضم جزء كبير من الساحل الشرقي وجزء من فلسطين. وبعد اكتر من 60 سنه تقريبا قررت الدوله العثمانيه تعمل اتفاقيه جديده، واللي خلت حدود مصر من بعدها تنتهي عند خليج العقبه، ودي الحدود الشرقيه اللي موجوده لحد النهارده. واما الحدود الغربيه واللي هي حدودنا مع ليبيا، اترسمت بعد اتفاقيه اتعملت سنه 1925 ما بين مصر وبريطانيا وايطاليا. وحدودنا بقى مع السودان اللي هي الحدود الجنوبيه لمصر ما ظهرتش غير بعد استقلال السودان عن مصر. صح، لو ما كنتش تعرف فمصر والسودان زمان كانت دوله واحده. مصر دولة مميزة جدا من أيام الفراعنة ولحد النهاردة، وده اللي خلى دول كتير عايزة تستفاد من الموقع الجغرافي لمصر. حدود مصر ثابتة حتى لو في دول كتير بتحاول تغير ده. لو عايز تعرف معلومات أكتر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا.